بلغة الإشارة هذه يقوم حسن في موكب الصم والبكم في المثنى بإجبار الزائرين على الاستراحة في موكبهم. المواكب الأخرى كانت على استعداد أيضا لاستقبال الزائرين من شتى بقاع العالم على امتداد هذا الطريق بتوفير أماكن الراحة وغيرها. يقولوا خدمة زوار الحسين عليه السلام عيوننا لهم، يقولوا هسه جايين يوزعون غدا، يقول شغلنا كله لهم للإمام الحسين، كله يقول لك كله للإمام الحسين، يقول كله احنا اخوه، احنا ماكو فرق، خرسان ولا يحجون كله فرق، يقول عيوننا للإمام الحسين نعطيهم كل سنة وكل عام. يقول الأجهزة الأمنية في المثنى لم تسجل أي خرق أمني لحد الآن، إذ قامت بنشر جميع منتسبيها مع امتداد قاطع مسؤوليتها في طريق يا حسين، وذلك لتوفير الحماية للزائرين. قاطع المسؤولية في محافظة المثنى يبلغ حوالي 80 كيلومتر من حدود الناصرية إلى حدود الديوانية. تم اشتراك كل الأجهزة الأمنية والخدمية، أكثر من 30,000 عنصر خدمي و30,000 عنصر أمني اشترك في هذه القضية. الخطة الأمنية حقيقة بدأت بمراحل الطوق الخارجي ومراحل الطوق الثاني، والطوق الثالث هو التفتيش داخل خط مسار الزوار. استنفرت قيادة شرطة محافظة المثنى كافة طاقاتها وقوتها الموجودة داخل المحافظة بالتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية وكذلك الأجهزة الخدمية للزيارة الأربعينية. عمل ميداني مستمر لمدة 24 ساعة في اليوم. هذه القوة حاليا منتشرة من عدة مناطق وعدة اتجاهات. هذه الخدمة الحسينية خير شاهد على ما أعلنه موقع جالوب مؤخرا بتصدر العراق أولا حسب البلدان الأكثر كرما. من مدينة السماوة، خليل بركات، نيوز روم.